الصورة اللي قدامك دي لنيمار بقميص سانتوس ممكن تبقى حقيقة على فكرة. طب يا ترى ايه الموضوع ده يا ابو الكباتن؟ خبر ضخم من الصحفي الموثوق سيزار ميرلو، وهو اكبر صحفي في امريكا الجنوبية واكثرهم ثقة، يعني مفيش ابو الكباتن خبر بيخيش منه. وقال نيمار جاهز للعودة الى سانتوس. نيمار اتفق بالفعل مع نادي سانتوس، وبيتم العمل بالفعل الان على فسخ عقده مع الهلال، والهدف هو اعلان عودته بمجرد صعود سانتوس. علشان يا ابو الكباتن السوشيال ميديا تنفجر، ولكن طلع محامي نيمار ونفى الخبر عبر الرياضيه، وايضا مستشار نادي سانتوس البرازيلي، واللي اكد انه ما عندهوش معلومات عن عوده نيمار الى سانتوس. ايه ده بقى؟ الموضوع طلع فنكش. بس حصلت حاجه غريبه قوي يا ابو الكباتن، ونشر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق تصريح من قبل وكيل اعمال نيمار نفسه، واللي اكد عدم رحيل نيمار عن الهلال اساسا، وانه مرتبط بعقد وسعيد للغايه. ورد الصحفي سيزار ميرلو اللي فجر الخبر اصلا من الاول على تغريده رومانو، قال وكيل نيمار ينفي علنا ما قاله سانتوس، انا متمسك بكل كلمه نشرتها. ايه ده يا عم؟ انت جايب الثقه دي منين؟ وشكرا لله فالناس في البرازيل يعرفون كيف اعمل، كما حدث مرات عديده، فان الوقت كفيل بوضع الامور في نصابها الصحيح.